الراجل هو أخطر ساحر ليبي في التاريخ. تخيل على أنه كان ساكن مع مدة لمدة 5 أشهر ما شافوه. الساحر الليبي إبراهيم مسعود. جيلوا قلبوا متابعة وصلوا على النبي، وبسم الله نبداو المقطع. إبراهيم مسعود كان معروف بين الناس أنه الشيخ يرقي بالقرآن وأنه حجاب وموثوق ولا عنده مشكلة. يا غير يا كامل كانت تراه قصة صادمة، وهي أنه إبراهيم بدل ما يشفي الناس اللي تجيه بالقرآن كان يسحر لهم بطريقة خبيثة، وهي على أنه يصرف عنهم الجني اللي عليهم ويجري عليهم جني من أتباعه هو. كان كل واحد جاه يرجع له، وبهذه الطريقة عاد إبراهيم يحصل أموال طائلة، واللي بعدين دور تسبب له شكوك. ومع كثرة الناس اللي كانت تجيه كانوا واحدين منهم يقيسوا شيوخ ثانيين كانهم يعالجوهم، يقولوا لهم الشيوخ انه كان يعالجهم سابقوا انه دجال وساحر وله شيخ، يبلغوا على إبراهيم. ومع كثرة البلاغات هيئة مكافحة السحر والشعوذة ألقت القبض على أخو إبراهيم. وبعد التحقيقات عرفوا بل إبراهيم وعرفوا انه اختبأ عند مدة معينة، ومشاو الشرطة شور الدار المذكورة وفتح عنهم شيباني الباب وقال